السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكرواسون السريع بطريقه سهله وبسيطه جدا، باسهل طريقه فرد على الاطلاق. بجد احلى طريقه هتعملي بيها ويطلع معاكي هش ومورق وطري جدا، بخطوات سهله وبسيطه وبمقادير اقتصاديه. هتعملي كرواسون احلى من الافران 100 مره. يلا بينا نشوف الطريقه. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك. يلا بينا نسمي الله ونبدا على طول. اول حاجه معايا نص كوبايه من الميه، عليهم نص كوبايه من اللبن. هنا المكونات بدرجه حراره المطبخ عشان خاطر الجو حر، لكن لو احنا في الشتاء هنحط المكونات دافيه. عليهم 3 معالق كبار من السكر، عليهم معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه ممسوحه. هنقلب المكونات كلها كويس مع بعض لحد ما يندمجوا مع بعض. هنا في الخطوه دي لو انت متاكده من نشاط الخميره هتكملي على طول زيي، لكن لو انت مش متاكده هتبداي تركنيها على جنب لحد ما تنشط وتتفاعل. بعد كده حطيت عليها معلقه صغيره من الخل. الخل هنا فايدته انه يحافظ على الكرواسون على اطول من فتره ممكنه، ما يخلوش يبرول او يفرول منك بسرعه. بعد كده هبدا اضيف المواد الجافه، وهي عباره عن نص كيلو من الدقيق، ما يعادل 4 اكواب بمج الشاي العادي. طبعا انا خلطهم قبل كده. عليهم ربع معلقه صغيره من الملح، عليهم ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. بعد كده هبدا اقلب في الاول بالمعلقه لحد ما اتوه الخليطين مع بعض. بعد كده هنضف المعلقه وابدا اعجن بايدي. ومعايا جنبي نص كوبايه من الميه في درجه حراره المطبخ، هبدا ازودها بالتدريج لحد ما اوصل لقوام عجينه طريه متماسكه. طبعا ممكن تعجنوا العجينه كلها بلبن وممكن تعجنوها كلها بميه، بس الافضل تعملوا ان الميكس ما بين اللبن والميه، لان اللبن بيديكي طراوه حلوه جدا للعجين، وفي نفس الوقت الميه بتديكي خفيه للعجينه. انا حطيت نص كوبايه من اللبن بس، وبجد النص كوبايه دي بتديكي طراوه حلوه جدا للكرواسون. وزي ما انتم شايفين معايا كده انا ببدأ ازود المية بالتدريج لحد ما اوصل لقوام عجينة طرية متماسكة. عشان تستحمل معايا الفرد. عجينة الكرواسون ما ينفعش تكون طرية جامد، لازم تكون معاكي طرية ومتماسكة في نفس الوقت علشان خاطر تستحمل الفرد معانا. بعد هنا ما العجينة اتلمت معايا خدت معايا كمان نص كوباية من المية، يعني اجمالي السوائل كله كوباية ونص. اعجني فيها بقى حوالي 5 6 دقايق كده لحد ما العرق ينشط معاكي. بعد كده ابداي حطي معلقة كبيرة من الزبدة الطرية. لازم الزبدة تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ عشان تعرفي تدمجيها مع العجين. لو انت مش حابه تحطي زبده في العجين وعاوزه بديل، البديل هيبقى ربع كوبايه من الزيت، سواء حطيتيها في الاول مع المكونات السائله او حطيتيها في الاخر عادي مفيش اي مشكله. بعد كده هبدا ادمج الزبده كويس جدا مع العجين زي ما انتم شايفين كده. وما تخافيش اول ما تلاقي الزبده بدات تندمج مع العجين هتلاقي العجينه بدات تفك منك، كملي عجن وهترجع تلم تاني مفيش اي مشكله. زي ما انتم شايفين كده معايا لحد ما اتلمت معايا وصلت العجينه طريه متماسكه. عجينه طريه متماسكه ما فيهاش اي نسبه تلزيق عشان خاطر تستحمل الفرد معانا. بعد كده هبدأ أدهن الطبق بمعلقة زيت صغيرة زي ما انتم شايفين معايا كده، وهحط العجينة وادهن كمان وش العجينة بشوية زيت. بعد كده هغطيها واسيبها ترتاح 10 دقايق بس، عشان احنا في الصيف ما بنسيبهاش تخمر، لكن لو في الشتاء بنسيبها تخمر براحتها. وهنا العجينة بعد ما كانت ارتاحت معايا هبدأ اخدها واعملها على شكل رول طويل زي ما انتم شايفين معايا كده. بعد كده هبدأ اقطعه ل10 قطع متساوية، وابدأ اخد كل قطعة وابدأ الم اطرافها كويس جدا واقفلها واعملها على شكل دايرة. يعني هتاخدي كل كورة وتبدأي تقفلي أطرافها كويس جدا وتكوريها، هيبقوا معاكي 10 كور متساوية. بعد كده هبدأ أرصهم على طبق مرشوش رشة دقيق خفيفة، وهبدأ أغطيهم بكيس تلاجة أو بفوطة، وبعد كده هبدأ فيهم على طول مش هريحهم. هبدأ بأول واحدة أنا عملتها. في الصيف ما بنريحش العجينة بنبدأ فيها على طول، لكن لو في الشتاء هتريحيها 10 دقايق وتقعدين تبدأي فيها. وبعد كده هبدأ فيها على طول زي ما انتم شايفين، هبدأ افردها على شكل دايرة. انا مش عاوزة سمك الدايرة يكون رفيع ولا يكون سميك بزيادة، زي ما انتم هتشوفوا معايا كده هي بتبقى فردة بسيطة. وبعد ما فردت اول كوره معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده، اكون محضره طبق مرشوش عليه رشه دقيق خفيفه، وابدا احط اول كوره انا فردتها. بعد كده معايا 3 معالق كبار من الزبده الطريه، لازم الزبده تكون طريه بدرجه حراره المطبخ عشان تعرفي تفرديها. وبعد كده هتاخدي الزبده وتبداي تفرديها على الاول كوره احنا فردناها، يعني تقريبا كل كوره هتاخد بمقدار معلقه صغيره. هتبداي تفرديها، بس خلي بالك في ملحوظه مهمه جدا، انك وانت بتفردي الزبده على الكوره لازم تكوني نفضتيها كويس جدا من الدقيق، يعني لازم يكون سطحها ما يكونش فيه اي دقيق خالص قبل ما تبداي تفردي الزبده، لان الدقيق هيكون عازل ما بين الزبده والعجينه، فده مش هيديك التوريق المناسب. فبعد ما تفردي العجينه كويس جدا ابداي نفضيها من الدقيق كويس، وبعد كده ابداي افردي عليها الزبده، او ممكن تفردي العجينه على مسحه زيت خفيفه، فاختاري الانسب ليكي. زي ما انتم شايفين معايا كده بفرد كل كوره وبعد كده بحطها فوق التانية وبفصل بينهم بمعلقه صغيره من الزبده. بفرد كل كوره على شكل دايره وبعد كده بحطهم فوق بعضهم وبفصل بينهم بمعلقه صغيره من الزبده، وهو ده اللي هيديني توريقات في الاخر للكرواسون.
وبعد ما تخلصي كل الطبقات، اخر طبقه مش بندهنها اي حاجه، بغلفها كويس جدا بكيس تلاجة، وبعد كده هدخلها التلاجة ترتاح لمده ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير، عشان خاطر الزبده تتماسك معانا ونقدر نفرد العجينه. وهنا بعد ما كانت ارتاحت في التلاجة طلعتها وبدات ارش عليها دقيق من فوق وتحت كويس جدا. في الاول هبتدي افردها بايدي زي ما انتم شايفين كده. خلي بالك لو الزبده طريه او سايحه معاكي مش هتقدري تفردي العجينه، هتبدا تتقطع معاكي، فلازم تريحيها في التلاجة من ربع ساعه لتلت ساعه لحد ما الزبده تبدا تتماسك تاني وتقدري تفردي العجينه براحتك. بعد كده بقى هبدا افردها كويس جدا بالنشابه، وهفردها بسمك ما يكونش رفيع ولا سميك بزياده زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. وخلي بالك وانت بتفرديها ان الطبقات اللي فوق تكون ماشيه مع الطبقات اللي تحت، وابدأي افرديها كويس جدا من على الناحيتين، يعني ابدأي افرديها من فوق وبعد كده تقلبي على الناحية التانية وتبدأي تفرديها عشان تتأكدي ان الطبقات ماشية مع بعض. وزي ما انتوا شايفين كده ده السمك اللي انا كنت عاوزاه تتفرد بيها. بعد كده هبدأ اقطعها، طبعا بقى حجم الكرواسو يرجع ليكي. انا هنا هقطع 4 مثلثات وكل مثلث هقطعه ل3 بس. عايزه بقى تكبري عن الحجم ده او تصغري ده يرجع ليكي في الاخر. وبعد ما قطعتهم لمثلثات هبدا في كل طرف كل مثلث هعمل فتحه صغيره زي ما انتم شايفين معايا كده. بعد كده بقى هبدا الف الكرواسون زي ما انتم شايفين بكل سهوله بيتلف. يعني الصوره شارحه نفسها اكتر من انا اتكلم. وده حجم الكرواسون طبعا ده قبل التخمير. وزي ما انت شايفه كده بجيب المثلث واعمل اطرافه لبره، وبعد كده ببدا الفه، وانا بلفه ببدا اشده من الطرف التاني عشان خاطر يديني طبقات زياده. وبكده خلاص بيكون حجم الكرواسون معايا. هكرر بقى نفس الخطوات لحد ما اخلص الكميه كلها اللي معايا. وفي الخطوه دي لو انتوا حابين تحشوها اي حاجه انتوا حابينها سواء جبنه او شوكولاته فده يرجع ليكم في الاخر. يعني ممكن تحشوها شوكولاته خام بالطريقه دي زي ما انتوا شايفين كده، او ممكن بعد التسويه تحشوها نوتيلا لو انتوا عاوزين الشوكولاته تكون سايحه. بعد كده هبدا ارص الكرواسون على صينيه ممسوحه مسحه زيت خفيفه، وبعد كده بقى هغطيهم واسيبهم لحد ما يخمروا. في الصيف ما بياخدش وقت كتير في التخمير، يعني بياخد حوالي تلت ساعه بيكون خمر. لكن لو في الشتاء هتسيبيه براحته يخمر ساعة أو أكتر. هنا كان بعد ما خمر معايا وعشان خاطر اديه لون حلو في الاخر هبدا ادهن وشه بخليط عباره عن ربع كوبايه من اللبن، عليهم معلقه صغيره من السكر، عليهم ربع معلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان. هدوبهم مع بعض كويس جدا وفي الاخر هبدا ادهن بيهم الوش. وممكن تكتفوا بلبن وسكر بس، او ممكن صفار بيضه ومعلقتين من اللبن وكيس من الفانيليا. فاختاري اللي تحبيه. بعد كده هدخلهم الفرن على درجه حراره عاليه، على درجه حراره 210 على الرف التاني من تحت. اول ما ياخد لون حلو من تحت هولع عليه الشوايه على الهادي لحد ما ياخد لون حلو من فوق. اول بقى ما يطلع من الفرن رشيه رشه ميه خفيفه وغطيه بفوطه لمده 10 دقايق كده. الخطوه دي هتحافظ على طراوته معاكي مش هتخليه ناشف. بجد طريقه سهله جدا وهتطلع معاكي كرواسون احلى والذ مليون مره من افران بره. بجد اعملوه في البيت هيطلع احلى وانضف واوفر كمان. هش ومورق زي ما انتم شايفين معايا كده وطعمه يجنن. شايفين الطبقات من جوه عامله ازاي؟ بجد طبقات مورقه وهشه جدا والكرواسون طري جدا، وكمان الزبده مديها ريحه وطعم يجنن. بجد هش جدا وطري زي ما انتم شايفين. وهفتح لكم واحده ساده عشان تشوفوا الطبقات معايا من جوه. شايفين قد ايه الطبقات مورقه من جوه يا جماعه؟ هي دي التوريقات اللي احنا عملناها، وهي دي الطبقات اللي احنا كنا بنرصها فوق بعضها بتديك التوريقه دي في الاخر. وطبعا بالنسبه للحشو زي ما قلنا لو عاوزين تحشوها في الاخر نوتيلا هتفتحوا فتحه بسيطه كده في ظهر الكرواسون باي عصايه شيش طاووق. بعد كده هتحطوا النوتيلا في كيس ثلاجه او كيس حلواني وتبداوا تحشوا بيها الكرواسون. هتطلع معاكم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عايزه اقول لك كمان ان انا هنا حاشيه جناش شوكولاته عملته معاكم قبل كده، طريقته موجوده على القناه تقدروا ترجعوا لها. لو وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.